بُص يا إسلام، إحنا عندنا حتّة كده دي هنبتدي بيها، أنت أول ضيف معايا، فإحنا هنبدأ بالsystem ده. أوكي. بُص، هو أنا يمكن ما حدّش يعرف إن أنا مهندس، تمام، اهم. أنا بقى لي فترة طويلة مهندس، يب. بس في حاجات أنت بتعملها اهم. ولتكن الحاجات دي ممكن في خلال مثلًا شهر في حياتك بتعمل حاجة أنت بتحبها، اهم. فبتحس إن أنت بتنتمي للمكان اللي أنت فيه ده. يعني مثلًا أنا لعبت كورة شهر، أنا فاهمك. حسّيت بمصطفى إن هو لعيب كورة فاهمك. أكتر من 20 سَنة إن هو يكون مهندس. فاهمك. فهنبدأ بقى الطقس بتاعنا إن أنت إيه، التقليد بقى اللي هنمشي عليه إن أنت إيه، تقدّم نَفْسك بالشكل اللي أنت عايزه، أقدّم نفسي. بالشكل اللي يريحك. أوه. يعني أنت شوف أنت شايف نَفْسك إزاي. أوكي. بالنسبة لي كنت شخص عادي، إمم. شاب عادي. الأحلام اللي كانت موجودة في وقتها يعني في التسعينات إنك تسافر برّه، إنك تعمل، إنك كذا. طبعًا اصطدمت بالواقع، تمام. وبعد فترة، بعد كذا موضوع مفصلي كده، اتأكدت إن إحنا عايشين في matrix معيّنة، تمام. إن إحنا بيتضحك علينا. مش في اتجاه واحد، اهم. في كذا اتجاه. اهم. حتى أول ما حاولت أعالج المواضيع دي، حاولت أعالجها في مواضيع الجواز، تمام. عشان أختار إزاي وأعمل إزاي. تمام. فكان مهم جدًا، وصُدمت إن إحنا يعني اتضحك علينا حتى في الأساسيات. فتعريفي لنفسي، أنا باحاول أبقى أب صالح عشان إمم. أربي ولاد إمم. إمم. ما يبقوش زينا. خلّينا الماورائيات أوي، تمام. تمام. فإيه الفرق بينك وبين محمود صلاح؟ محمود صلاح. أستاذ محمود صلاح. أستاذ محمود صلاح. تمام. والله أنا الفرق بيني وبينه، إمم. ده طالما أنت قُلت الفرق، بس أنا عمري ما قدّرت الموضوع ده. أنت مش هتعرف الreference. ماشي، أنت مش هتعرف تقارن نَفْسك أوكي. بيه، أنت ممكن يعني كل واحد بيشوف نَفْسه بالضبط، بصورة، يعني بالضبط، أنا مثلًا بالضبط، شايف نَفْسي ما فيش بالضبط، حد شبهي مثلًا، بالضبط. هو بس أنت في إفادة في الكلام اللي بيقوله، في إفادة طبعًا في الكلام اللي بيقوله، وزي إمم. ما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله: إمم. "الحكمة ضالة المؤمن، لا يعيه من أي وعاء أخذها، إن وجدها فهو أولى بها." إمم. الحديث ده طبعًا فيه ضعف، بس يُعمل بيه طبعًا. إمم. ف أستاذ محمود صلاح، آآ الreference بتاعه الغرب. تمام، يعني هاقول لك. هو بيكشفهم اهم. من خلالهم. كويس. أنا الreference بتاعي اهم. كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يعني أنت المرجعية بتاعتك مرجعية دينية بحتة. عقلية ونقلية. ما عمر ربنا ما ينزّل كتاب يخالف الميكانيزم بتاع عقلك، طَب هاقول لك حاجة، إلا لو أنت مش عارف توفّق الاتنين. مش هاقول لك حاجة، أوكي. هو القرآن أنا مش دارس دين أوي، بس أوكي القرآن أصلًا كتاب هادي، يعني كتاب هادي بيهديك، تمام، كتاب هادي، كتاب فيه عبادة، كتاب تعبُّدي، بس مثلًا القرآن ادّانا منهج وما قالكش مثلًا خلّي بالك في drones هتعدّي، في مثلًا في كذا هيخترعوا الطيارات، هو ما قالكش، يعني هو لخّص لك مثلًا فكرة الكلام ده اللي هو إيه، إن إحنا نبقى جاهزين مثلًا لأي عدوان أو أي حاجة، صح؟ فهو مش كتالوج مثلًا في إن هيحصل كذا بعد 10 سنين، هيحصل كذا بعد 100 لا، سنة، لا، لا، مش لا، 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 لأ، تمام، القرآن life style الlifestyle أصلًا. بس هي تاني حاجة، إمم. السُنّة، إمم. معلش بعد إذنك، إمم. آسف لمقاطعتك. أوكي. السُنّة مع إمم. القرآن اهم. ما تقدرش تنزعها منه. يعني تمام. إحنا عندنا 6 كُتب سُنّة، إمم. أمهات الكُتب إمم. طبعًا، فيهم 182 حديث اسمهم أحاديث آخر الزمان. ده التخصص بتاعك بقى. إمم. بالضبط. إمم. فده بيتكلم على الواقع اللي أنت فيه إمم. حصرًا. فما ينفعش أنا آجي أقول لك شكسبير قال سنة 1800 في كورونا هتيجي سنة 2019 شكسبير ما قالش كده. وتحصل 2019، هتقول شكسبير نبي. ما بالك لأ، أنا لأ، باقول لك ده ما هو حصل هو من هو 1400 سنة، الرسول قال على اللي بيحصل ده. اهم. وأنا شُفته يا قدّامي. يا أستاذ بس هو شكسبير مرجع أدبي، هو شكسبير أنا ما بادّيك مثال، آه. بادّيك مثال. إمم. الأوثق مين تاخد منه؟ محمد صلى الله عليه وعلى آله. ليه تمام. ليه ليه أوثق؟ عشان بنحبه؟ لأ، لإن المسلمين اخترعوا علم اسمه علم الرجال، علم السند. ده مش عند أي حد اهم. نهائي. يعني إيه علم السند؟ يعني الرسول لو قال كلمة صلى الله عليه وعلى آله، وصلت لك عن طريق رجالة حفظوا الكلمة، إمم. ليهم ضوابط وليهم شروط معينة وليهم خصال معينة، وبيتنقح الأحاديث تنقيح معين غير أي حد تاني. أنا ماشي لو قلت لك نابليون قال كذا كذا كذا، مش هتقول لي اديني الدليل، صح؟
لا بس احنا عارفين ان نابليون شكسبير وناس كتير، في ناس بيقولوا جمله على لسانهم كده وينسبوها ليهم وبتمشي، بالظبط بيمشي الحال كترند. لا هنا بقى محمد ما ينفعش تنسب له حاجه، لان سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني اللي هيقول حاجه انا ما قلتهاش ففي النار. ماشي، بس هل تطبيق بقى المنهج العلمي والمنهج العقلي المنهج العقلي هو منهج علمي خاضع للتجربه. يعني احنا دلوقتي في فرق، ما بقاش فيه الفرق ده، بس هو المفروض في فرق بين حقيقه ونظريه وفرضيه. حقيقه دي حاجه انا بلمسها بيدي، كويس. نظريه وجهه نظر، لو حطيت كام شرط عشان اثبت صحتها يبقى اثبت صحه النظريه. طيب الفرضيه حاجه طقت في دماغ واحد كده زي داروين كده، ملاش اي ولا تمت للعلم بصله. تمام. فانا لما باجي اكلمك واقول لك عقليا دينيا، زي هنتكلم في مواضيع كتير انا كده. هخش في الموضوع على طول، بس انا مديك المساحه عشان ايه انا فاحنا من اول ما نبدا كده هقول لك كلمه بسيطه هنمشي بيها ان شاء الله طول الحلقه. اقتبسها من ابن سينا، قال نحن ابناء الدليل. كويس. يعني اديني دليل امشي وراك حتى لو انت ايه، وانا الدليل بالنسبه لي قال الله قال رسول الله والعلم. تمام. اللي يعني انا اقدر اضبطه منهجيا. العلم يعني هو موجود معانا صح في المعادله، العلم في المعادله. طبعا. تمام. ماشي. ايه علاقه العلم في المعادله انت تعرف بدون العلم في المعادله ليه؟ انت تعرف في 6236 ايه في القران اكتر لفظ ذكر اسما لله، يعني الرحمن الرحيم العزيز القوي، كل دول ذكروا في القرآن. أكتر صفة ذكرت إيه هي؟ العليم. سبحان الله. تخيل. ماشي اتفضل. ماشي، احنا دلوقتي هنتكلم في العلم من غير زعل. اتفضل. تمام. ليك فيديو بيقول ان الارض مسطحه. ده كلام. بص احنا هقول لك على حاجه. في حاجه اسمها ignorance science. حلو. علم الجهل. علم الجهل ده طبعا هو نشئ من ايام ابني ادم اللي قتلوا بعض اصلا، ولكن اتحطت له اسس في 1700 وعمم على مستوى العالم سنه 1950 وطالع. يعني ثانيه واحده. يعني اتفضل. انا علم الجهل ده هو حاجه بتخضع للنظريه صح؟ يعني حاجه بتتحلل بتخضع للنظريه، المعلومات دي بتكون جديده. علم الجهل أيوة. يعني بضلك من حيث انت يعني تستلم المعرفه. انت بتاخد معرفه بضلك بيها. اديك مثال. طب انا هكمل لك بس. دلوقتي هو العلم يعني النظريه العلميه بتنشأ ازاي؟ ان احنا بنعمل المعلومات دي بتتقال كويس. فلما المعلومات دي بتتجمع مع بعض يقول لك دي معلومات جديده، المعلومات دي ما كانتش عندنا، فده علم، ده اسمه علم صح كده؟ اكيد. تراكمي قصدك تقول؟ تراكمي اوكي. تمام. فهل في منهجيه اصلا للجهل؟ يعني في منهجيه؟ يعني انا ممكن مثلا اذاكر جهل يعني احنا هو انت بالفعل بتذاكر جهل. انت المدارس اللي بص طريقه التعليم اللي عندك انها كي جي 1 كي جي 2 بعدين 6 سنوات ابتدائي و3 اعدادي و3 ثانوي. مين اللي عمل النظام ده؟ الغرب. هل يتناسب معاك مع مجتمعك، مع صلاتك، مع صحيانك، مع نومك؟ لا طبعا. انت بتجيب نظريه هناك بتطبقها هنا. بص يعني اديك مثال بسيط. انت لو خدت الالمان من المانيا وحطيتهم في غابه في افريقيا، حلو، وخدت الافارقه حطيتهم في المانيا، حلو، ايه اللي هيحصل؟ ما اعرفش ايه اللي هيحصل. المانيا هتلاقي اتملت شجر وكلهم اتنططوا فوق زي القرود عادي. والحته اللي في افريقيا هتلاقي اتبنى فيها مصانع واتعمل المورد البشري. تقصد النقله الحضاريه اللي هتحصل يعني؟ بالظبط. النقله الحضاريه دي سرقت بتتسرق بطريقه ممنهجه. يعني اديك مثال بسيط. مفيش غزو بيجي الا ويحرق مكتبات. نايس. حلو. زي مكتبه اسكندريه مثلا حرقها يوليوس قيصر مثلا في قبل الميلاد. زي مكتبه دار الحكمه في بغداد حرقوها المغول. زي هو ما بيحرقهاش كلها طبعا. 2007 تمام. ده اللي خلاني افهم او اقف
على اللي انا اتعلمته. لقيت ابني بيصلي في غير اتجاه القبله. كويس. فبعد الصلاه قلت له، انا وجهته طبعا هو بيصلي، وبعد الصلاه قلت له، قال لي فيها ايه لما فانا طبعا انا للاسف كنت علمي وكنت شاطر في الفيزياء جدا يعني. كويس. وقاري كويس جدا في الفيزياء الكلاسيكيه وفي الفيزياء الحديثه، وبعدين في فيزياء الكوانتم دلوقتي. فكل ده طبعا تهريج، وكل ده دجل، خد بالك عشان تبقى يعني فاهم. ف جيت بشرح له على الكوره بتاعتنا اللي احنا عليها، الكوره دي اللي محيطها 40,000 ميل. فبقول له لو الكعبة هنا طبعا في عندي 360 خط، عندي 180 دايرة عرض، تمام. والكعبة بتقع على تقاطع خط طول مع دايرة عرض 22.7 هنا مثلا، تمام. وانا وانت واقفين قصاد الكعبة هنا، تمام. الكورة كده، تمام. انا وانت قدام بعض هنا، حلو، على نفس خط العرض. حلو. انت هتقول لي انا هصلي كده، كويس، وانا اقول لك انا اصلي كده. كويس. يا سلام. قبلة والصلاتين صح، لان المسافه من هنا للكعبه ده المسافه من هنا للكعبه. ده اول اختبار اختبروه المسلمين لما الرسول في تاني ركعه في صلاه العصر راح مغير الاتجاه الصلاه، ففي 10 طلعوا وقالوا ايه الدين ده، مش عارفين قبلتهم يعني. تمام. طب انا بس عندي حته. اتفضل. ايه علاقه ده بالارض المسطحه؟ اصل في جمعيه عاملينها كده، دي موجوده، دي كبيره جدا، اسمها جمعيه الارض المسطحه. وفي على فكره مناظرات شغاله طول الوقت ما بين الناس انصار بتوع الارض الكرويه والناس بتوع انصار الارض المسطحه. اوكي. وعلى فكره بالمناسبه الناس بتوع الارض المسطحه دول في منهم كتير اصلا اجانب يعني مش مصريين. اوكي. فهي النظريه مبنيه على، حتى هتلاقي فيديوز كده قديمه. هي اولا مش نظريه يعني، هي حقيقه. ماشي. أوكي. احنا عايزين نفيد الناس، وهي حقيقه بالفعل. يعني انا هقول لك الادله العلميه على انها حقيقه يعني. تمام. كان في فيديو لست كبيره كده، اوكي، يعني في التسعينات. الفيديو ده اصلا قديم، ده مش جديد. اوكي. فهي كانت بتقول ان احنا كنا بنتعلم في المدرسه ان الارض ايه، فلات ايرث. بالظبط. بص، علم الجهل هتلاقي العلوم حتى في الجامعات الكبيره، هارفارد وميشيغان، ما قبل الحرب العالميه الاولى اطلع على المناهج، وما بعد الحرب العالميه الاولى والثانيه اطلع على المناهج. يعني اديك مثال بسيط. امريكا وبريطانيا قبل في 1908 1906 وراجع الجرايد بتاعتهم كانت فلات ايرث، مؤمنين انها ارض مسطحه وسقف محفوظ. فكره القبه دي انت عارفها عندنا في المسجد وعندهم في الكنيسه وفي الكنيسه اليهودي. ليه يا جامل الهواء؟ لا، انت الضغط 1 بار. ليه؟ لانه كونتينر هيبقى فيه ضغط وفيه فضاء. ما علينا. خلينا سنه اوكي، خلينا بالراحه. والجاذبيه طيب بالراحه اوكي. عموما لما نيجي نشوف الارض هنشوفها دينيا ونشوفها علميا، تمام. دينيا اللي خلقها بيقولوا عليها ايه لما بيجي يتكلم؟ اولا سماها ايه؟ هو ارض، تمام. ربنا بيقول لك في القرآن بلسان عربي مبين. حلو. جعلناه حكما عربيا، يعني افهم بلسان الناس دي. عارف ارض يعني؟ باب الالف مع الراء مع الضاد يعني ساكن. كويس. اصلها الرضد. الاسم اصلا ربنا بيسمي بحق. ارض ايرث يعني ساكن. كويس. تمام. دي ارض. تمام. فالارض اللي خلقها بيقرنها دايما بالسماء، والمقترنات متشابهات زي الليل والنهار، الشمس والقمر، السماوات والارض. كويس. يعني قد بعض. مين اللي قال لي انهم قد بعض؟ ربنا. ليه؟ لان القرآن يفسر بعضه بعضا. يعني قال الله عز وجل خليها في الجانب الديني وبعدين هنقل لك على الجانب العلمي. قال الله عز وجل أولم يروا الذين كفروا اللي هم من أول كوبرنيكوس 1515. الحضارات القديمة عارفة أنها فلات إيرث، وهقول لك بالأدلة. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. أنت بتقول لي بيج بانج ثيوري، يعني انفجار عظيم فكله بيتسع. لا، الفتق ففتقناهما عكس الرتق. الفتق
زي الفتاء انفصال وليس بالكليه. حلو. وليس بالكليه. حلو. تمام. دي الارض. كلمه سماء هي مش فضاء. السماء بناء، هو بيقول لك انا بنيتها، انت بتقول لي فضاء. فضاء يعني فاكيوم، يعني انا لو فضيت المج ده من الهواء هيكون لابس. انت فاهمني؟ هيكون لابس. تمام. طيب الارض دي مساحتها قد مساحه السماء. ازاي؟ قال الله عز وجل وهو بيوعدنا بالجنه، بيقول لنا جنه عرضها كعرض السماوات والارض، وجنه عرضها عرض السماوات والارض. انت الارض اللي بيقول لك عليها مساحتها 40,000 ميل، ذره طايره، في غيرك الاف والاف، في مجموعه وانت ولا حاجه. انت بتدور حوالين نفسك 48 كيلو في الساعه، وحوالين الشمس 1660 كيلو في الساعه، وحوالين المجره، والمجره في عنقود المجرات وعنقود المجرات، ليله طويله. انا هقول لك حاجه دلوقتي، وكل ده في الحلم. في حاجه اسمها مجموعه شمسيه. مفيش حاجه اسمها مجموعه شمسيه. طب ما بص انا هقول لك حاجه، هما ليه قالوا مجموعه شمسيه؟ عشان الشمس تعبد. ماشي، تعالى نتفق بس. اوكي ماشي. انا لو قلت لك مفيش مجموعه، انا قلت لك مجموعه شمسيه وانت قلت لي مفيش مجموعه شمسيه، طبعا. فانت ممكن تكلم حد يعني برانا هتقول له الارض مسطحه، يقول لك مفيش حاجه اسمها الارض مسطحه. فهي بتبقى طرح، هي كل واحد. لا بص، نحن ابناء الدليل. ماشي. معلش، انت معاك دليل، انا هقعد ساكت لو انا بدور على الحق. انما انا لو مش عايز بقى افكاري تتحطم وهكابر، دي قصه تانية. مين عايز افكاره تتحطم؟ طيب انا هقول لك حاجه مثلا. اتفضل. مصطفى مثلا، ازيك يا مصطفى؟ اتفضل. مصطفى، انت يعني هل يفرق معاك الارض مسطحه او كرويه؟ الدين لا انت في حياتك يعني. انا في حياتي في ايه بقى؟ عشان اصلا علمي شويه، بحب العلم. تفرق كتير، تفرق. ربنا بحب اقرا. لا بس مثلا انا من وجهه نظري كرويه. بص، دينيا انت لازم تفكر. ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. لازم تفكر. لا بس تتفكر فيهم وهم بيلفوا ازاي. انا كمواطن عادي، كمواطن عادي، خد دينك اللي هقوله لك. الارض فراشة، الارض مهدى، الارض بساطة، واذا الارض سطحت. تمام. الارض دحاها، الارض طحاها. على فكره انا مش معارضك، انا ببرز الفكره بان انا بضغط من الناحيه الثانيه. كويس. اوكي. انا مش بس انا دلوقتي الفاظ الارض كلها مبسوطه ثابته. ماشي، جايلك في الكلام. اوكي ماشي. شايف ان هو صعب جدا، بل يعني في درجه برضه من انك شادد قوي ان يبقى فكره ان الارض المسطحه دي لازم تؤمن بيها. هي مش من اركان الايمان. انا مش لا انا مش لازم اؤمن بيها، انا لازم اؤمن باللي في كتاب الله. ماشي، في كتاب الله ان ربنا سطح الارض يعني مهدها، خلاها ممهده. ايوه بس ممهده. ما ينفعش. بص ابليس مش احمق. اولا هو مش اسمه ابليس طبعا. تمام. اسمه الحارث. حلو. وعند المسيحيين اسمه عزازيل. كويس. عند اليهود عزرائيل. ابليس مش احمق، يعني هيجي لك في الالفينات يقول لك غير دينك وبتاع. ابليس هيخليك مؤمن بدينك وعكسه في نفس الوقت. ربنا يقول لك اذا الارض سطحت، تقول له بس مدوره. ربنا يقول لك الارض قراره ما بتتحركش، تقول له بس بتلف 48 كيلو في الثانيه. ربنا يقول لك الارض بساطه، تقول له لا هي منبعجه من تحت. ربنا يقول لك الارض زينا السماء الدنيا بزينه الكواكب، تقول له الارض كوكب. يعني زينه لمين هي لما انت مسميها كوكب؟ إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. طب الأرض، طيب السماء فوق ولا تحت؟ فوق. شفت انت بتقول ايه؟ لا انا عايز افصلك بس. اتفضل. تمام. اللي بيقول ان الارض كرويه او بيزعم ان الارض كرويه، تمام، هو مش فارق معاك انك تقتنع او ما تقتنعش، صح؟ يعني هي بلاش الارض كرويه، عايز تصدق صدق، مش عايز الارض بتاعتنا الصواريخ بتاعتنا لازم بقى تقتنع ان الارض مسطحه. يعني انت كبني ادم هل لازم تنشر فكره زي دي ان انت مثلا تقول انا مصدق ان الارض مسطحه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعني بس اوكي ماشي. انت كمان هل انا مثلا اشتريت منك؟ اوكي حلو، لان انا هتنقل بقى معاك للنقطه اللي بعديها وهنرجع تاني. انا اشتريت منك الفكره او اي حد اشتراها منك، هل لازم يبلغ بيها مثلا ان هو يتكلم جميل في الفكره دي؟ جميل. لان انت خلي بالك اي فكره مش مين ستريم الناس بتسخر منها بشكل، الناس بتسخر من ده طبيعي. من يعني مثلا واحد مثلا عمل ده العادي،
ده العادي. لابس تي شيرت اصلا مختلف، ده الناس العادي. هتلاقيها بترازيه. ده- وبعد السوشيال ميديا دلوقتي مهم. انا ممكن اكون بتكلم عادي خالص، مهم. بس الناس بتقرر انها تهاجمني ليه؟ ما حبيتكش عادي. ايه فكره الرياكشن ان انا ببص لك كده ما حبيتكش، فالناس هتبدا ايه؟ هتبدا حمله بقى من ايه؟ التريقه او كذا او كذا أو كذا. الناس ما اتفقوش على نبي لا عشان انا يتفقوا لا عليه، انا ده طبيعي. بتكلم على فكره ما عندهاش اه شعبيه كبيره. اها العلم بيشوف بيصنف الفكره دي، سوري يعني مش موضوع مش شخصي، اوكي بس اوكي. بيصنفها انها فكره بدائيه متخلفه. طبعا حلو. لازم يصنفها كده. طبعا. فانا اشتريت منك، انا مصدقك. أها. حلو. وهي الفكره كلها ان ساعات كتير يعني في نظريه كده بتقول لك ايه؟ اعرف الصح وخليه جواك. لا أكمل. اعرف الصح وانشره. لا هكمل بس. يعني اتفضل. مثلا ايه، كان في واحد كنت بتفرج عليه بيعلم انجلش، أوكي. كان بيعلم انجلش اونلاين. فبيقول لك مثلا ايه، احنا بنقول باريس سان جيرمان، بيقول لك لا باريس سان جيرمان. بيقول لك بس اوعى تقول كده قصاد اصحابك عشان ما نمرش عليك. حلو. ففي فلسفه كده لو ايه يعني، انا مش هعمل انا مصدقك، بس بلاش الناس تحفل عليا والله. انا بقول باريس سان جيرمان كده بص حته الناس تحفل عليا، حته ان انا لازم ابلغ او لا. اولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كتم علما الجمه الله بلجام من النار يوم القيامه. ما ينفعش يبقى انت عارف حاجه وما تفيدش بيها الناس. اقل حاجه ولادك لازم يطلع عارف. طب عشان لازم ابني يعرف الحقيقه مم. ويطلع عارفها. في فرق، في فرق. طب برضو هنقلك لنقطه تانية يعني. تاني حاجه بعد اذنك انا اسف، نقطه الناس تتريق، هنرجع لها تاني. نقطه الناس تتريق ده تأكيد انك ماشي صح. ليه؟ لان في الكتاب في القرآن بيقول لك ان الذين اجرموا كانوا من ما قالكش كفروا، ان الذين كفروا. المجرم عكسه مسلم، مش المسلم عكسه كافر. مسلم يعني سلم الشيء، المجرم يعني جرم الشيء. يعني ده لغويا صح؟ ده لغويا المجرمون. ف المجرم ربنا بيقول لك ايه؟ المجرمين سواء على اي مله هم، بس مجرمين قطعوا العلاقه مع الله. صح. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون بتريق عليهم، واذا مروا بهم يتغامزون. الحق بيقول الارض مسطحه، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين. يروح لمراته تصدق لقيت واحد اهبل بيقول الارض مسطحه وفيها ده العادي. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله قال علينا غرباء، والقبض على دين والقبض على جمرة من النار. ألف ب. تاني حاجة مثلا أديك مثال بسيط على قول الرسول الكريم. لما الرسول صلى الله عليه وعلى آله يقول لك في الحديث الصحيح في البخاري وفي مسلم وفي مسند الإمام أحمد وفي موطأ الإمام مالك، لما يجي يقول لك في المعراج رأيت نهران ظاهران ونهران باطنان، أما الظاهران فالنيل والفرات فهما نهران من نهري الجنة. على الكوره بتاعتك اللي بتجري وبتلف الرسول بتاعك بيقول اي دجل. طب هقول لك حاجه، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ في الكلام بس. طيب حاجه تانية، انت شغال في البترول. حلو. وانا شغال في البترول. حلو. صح. اعمق حفره احنا حفرناها بير كولا في سيبيريا 17 كيلو. حلو. اوكي. حلو. انت الكوره بتاعتك مركزها فين؟ النواه. كويس. انما الارض بتاعتي مركزها الكعبه. حلو. مين اللي قال لي كده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله: كانت ماء ثم جعلت الكعبه خشعه على الماء، بقعه يعني. ثم سما يعني على فوق الماء ماء فسمي سماء، ماء عالي. كويس. يعني اللي فوق ده، ابني كان بيسالني ايه اللي فوق ده يا ابويا؟ بحر. انا طبعا شاطر في الفيزياء. لا ده الضوء الابيض لما بينعكس على سطح عاكس بيبقى 7 الوان، الطول الموجي بتاع الازرق قصير، فاي هري. طب أوكي. اي كلام. أوكي. فوق في ميه. عشان كده نقطه من النقط وممكن تكشفها انت الموضوع من غير تلسكوبات. انت تعرف انهم المناهضين لفكره التسطيح وقفوا انتاج نوعين من الكاميرات تبين الميه ان القمر بيسبح فعلا. ان الله الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وكلمه كل في فلك لو قريتها من الشمال زي لو قريتها من على اليمين. تمام. كل في فلك يسبحون، الاربعه كله بيلف حواليك. تمام. كل في فلك يسبحون. تمام. يسبحون سباحه. حلو. فوق في بحر، في بحر.
انت بتلاقي النجم بيعمل كده، ده ريفلكشن الميه. الكاميرتين اسمهم نيكون بي 900 ونيكون 1000. فانا الفكره كلها بالنسبه لي في حته كده، عارف انت فكره التنمر. يعني انا مره فكرة التنمر، تنمر. هحكي لك موقف حصل لي. الموقف ده بص مسخره يعني. في نظريه بتقول لك ان الفراخ اصلها ديناصور. والله العظيم. اوكي. حلو. النظريه دي موجوده ان التيركس ده كان كبير، وابتدى ايه في عصر الجليد استخبى تحت التلج. باين ما اعرفش دقه المعلومه قوي يعني، بس هو استخبى ومش عارف، فضل يتطور مع الوقت. واحنا طبعا ما شفناش الديناصورات يعني. انا ما اعرفش الديناصور ده كان عليه حراشيف ولا ريش. فانت ممكن الهيكل العظمي، ايوه جميل، يكون الهيكل العظمي الكائن كبير ضخم جدا عنده ريش. جميل. حلو صح كده، تمام. فالنظريه دي مكتوبه، انا بقى مش مؤمن بيها. فاحنا كنا قاعدين انا وزمايلي في الشغل، تمام. فانا بقول لهم في انا قلت في نظريه بتقول ان الفرخه اصلها ديناصور. انا انا طلعت مسرح، طبعا ناس بالغين معديين 30 سنه بيتريقوا طبعا. كأن انا الموضوع اللي انت بتقوله ده عكس الدين وعكس العلم. انا ما قلتش قلتش ان انا مؤمن بالموضوع. انا قلت يبقى دي فرضيه، ما ينفعش تبقى دي نظريه. بص بقى، دي فكره بقى. هم قالوا لك دي نظريه، قالوا العلماء لا دي فرضيه. مش هي فرضيه او نظريه او ايا كان. لا فرضيه دي يعني اي كلام يعني. انا ما استاهلش التنمر ان انا بعرض معلومه. انا ما استاهلش التنمر باي شكل من الاشكال ان انا بقول انا قريت كذا كذا. يعني انا مثلا ايه، لا ما استاهلش التنمر أنا طبعا. جايلك في الكلام. طبعا. انا مثلا ما استاهلش ان حد يتنمر عليا ان انا بقول مثلا قريت 1000 ليله وليله وكان لا يعدل لك المفروض. لا قريت حاجه، قريت يا عم يعني روايه أوكي. ان في علاء الدين طلع له عفريت وركب البساط السحري وشقط الاميره والكلام ده. اوكي. انا بقرا روايه بقول انا قريت 1 2 3. اوكي تمام. انا ما قلتش ان انا مؤمن ان علاء الدين حصل معاه كده، وما قلتش ان انا مؤمن بعلاء الدين على فكرة. لا انت مجرد انك بتنقل الفكره فانت بتروج لها دون ان تشعر. لا انا بتكلم حتى لو انت مش مؤيد ليها. انا بفتح كلام يا بيه، بفتح كلام مع ناس اقول لهم ايه، لازم اقول لهم الارض مسطحه يعني عشان ابقى لذيذ. افتح اقول ايه طيب. انا اقصد اللي عايز اقوله اتفضل. ان التنمر عموما بيعمل لك نوع من ان انت ايه، سواء بقى اللي هيتنمر على شكلك، هيتنمر على معلومه بتقولها، هيتنمر على ايا كان، فاهم؟ اكيد. فانا ما اقدرش الوم حد ان هو بيخاف من التنمر او بيخاف من سخريه الناس او بيخاف من الاتاك بقى اللي هيحصل لما يعرض اي حاجه. فاهم الفكره؟ يعني مثلا هتلاقي في مثلا العالم اللي هو قال لك ان مش عارف اسمه ايه، قال لك ان انا هخلي البني ادم يطير، انا بس ابن فرناس اول واحد، صح؟ قال لك الناس كانت اتريقت عليه. تمام. ما اعرفش هو كان عامل كل حاجه صح الا الديل، صح؟ لا سيبك من القصه دي لانه ما ماتش من الطيران، بس هو اول من فعلا عمل في الموضوع. اوكي. فهو اكيد برضو الناس اتريقت عليه، بس حقق اللي كان عايزه طبعا. او فكرته اتحققت طبعا. تمام. فانا دلوقتي زي ما قلت، انا سمعت منك الارض يا عم مسطحه وانا اشتريت وكده، هقول للناس بس انا ما قلتلكش علميا لسه مسطحه ازاي. ماشي، انا قلت لك دينيا فقط. ما انا جاي لك في الكلام. اوكي. انا هقول للناس ان الارض مسطحه. حلو. في اتاك هيحصل. نحن ابناء الدليل، ما ينفعش. يا عم انا خايف يا عم. بص انا بقول لك انا فتحت الباب ده من شويه لقيت جوه حريقه. حلو. انا طالع بقول لك كده. حلو. جوه حريقه. حلو. والباب انت شايف طالع منه دخان. كويس. هتشك على حسب انا شفت ولا لا، او لو على حسب الدخان اللي عليك يبقى هتعمل ايه؟ هتفتح الباب وتشوف. اوكي. صح. جميل. او ممكن ما اكونش انترستد ان انا افتح الباب اصلا. دي بتاعتك بقى. بالظبط. دي بتاعتك، لان احنا المفروض لما بتعرف حاجه بتلزمها، عرفتها فالزم. حلو. يعني انا حاجه مش عارفها عادي، مش عارفها بس عرفتها الزم. حلو. تمام. انت قلت عايز تقول حاجه علميه عن الموضوع. موضوع الارض جذر علمي اصلا. موضوع الارض علميا الف به يعني مفيش ولا تجربه بتثبت ان الارض بتتحرك سنتي، ولا تجربه. اخر تجربه اتعملت 1860 بتاعت ماكسويل ومورلي، وقالوا الارض ما بتتعتعش. وجه اينشتاين 1907 بعت رساله لجامعه الملك جورج يقول لم استطع اثبات ان الارض تتحرك ولو انش. حلو. هم بيقولوا كده. تاني حاجه انت لما تقول لي الارض بيضاويه ولا كوره، طيب ومحيطها 40,000 ميل، انت بتقول كده،
طب وفقا لنظريه الكوره، نظريه بقى، نظريه فيثاغورس حلو. بتاعت الكوره، حلو. طالما هي 40,000 ميل هيستوجب كل ميل 8 انش كيرف ويتدبلروا مع المسافه. حلو. هل انت بتعمل كده في الكباري؟ هل بتعمل كده في قضبان السكه الحديد؟ لا طبعا، ما بتعملش كده. الارض ممدوده. في تجربه اسمها مستوى بيتفورد، دي اللي قطعت الكلام، وكانت سنه كام؟ 1720. حلو. كان التلسكوب مش عارف 19 ونص ولا ايه، مركب. لما قال لك ان كل ميل 8 انش كيرف، فركب واحد مركب ومسكه رايه طولها مش عارف قد ايه، مشي لحد ما غاب عن نظره، راح نازل بالتلسكوب، زوم شافه، زوم شافه، زوم شافه. يبقى انت اللي بيخليك ما تشوفش نقطه التلاشي. يعني هو ربنا عالم الغيب والشهاده. طب ما انت عالم شهاده، صح؟ لا، انت الشهاده بتاعتك فيها فيك. انا ما قلتش حاجه، انا ما ايوه نطقتش. فيها فيك. يعني انت نظرك في حاجه غلط، وسمعك في حاجه غلط. يعني اديك مثال بسيط. حلو. فامكانياتك محدوده جدا كانسان. تمام. يعني انا لو واقف مم. بين قضيب قطر، ادي قضيب القطر متوازي وانا واقف في النص، حلو. لو بصيت على اخره هلاقي القضيب عامل كده. حلو. دي نقطه التلاشي. هل هو عامل كده؟ لا مش عامل كده. تمام. اعرف انت بتبص ازاي الاول عشان تعرف. تاني حاجه، موضوع السماء، مم. 7 سماوات، مم. وعندي 7 أراضين، ودوهم فين؟ خلق من السماوات 7 ومن الأرض مثلهن. فين ال7 أراضين؟ تمام. تمام. وده هيجرنا لحاجات كتير بعد كده طبعا. طبعا لازم تقول لي طيب لو هي مسطحة وثابتة آخرها في إيه؟ طب المد والجزر بيحصل عليها ازاي؟ طب دورة المية بتحصل عليها ازاي؟ ماشي، طب كذا، قول لي طب كذا، طب كذا، طب كذا، كل ده موجود. طب الفصول بتحصل عليها ازاي؟ طب كذا. قول لي المد والجزر عشان نخش في حته تانية بقى. اولا المد والجزر ده نكته من النكت. يعني ايه مد وجزر اصلا؟ مد يعني زياده عدد الامتار اللي بيطلعها البحر على الشاطئ. هل ده بيحصل في الانهار؟ ده المد. في النهر بيحصل كده؟ ما هو دي المشكله بقى. اه ان هو بيقول لك جاذبيه القمر بتاثر في الميه فبتعمل المد والجزر. كوميديا سوداء، هو ده علم الجهل. طيب القمر بيختار الميه المالحه بس؟ لان الميه الحلوه ما بيحصلهاش مد وجزر. وارد. لا مش وارد طبعا. وارد. لا مش وارد، لان سبب المد والجزر سبب تاني، يعني طول الكلام فيه بنبقى نتكلم فيه، داخل فيه الجن طبعا. قصه يعني. احنا هنروح للجن كمان. فانما مد وجزر تقول لي بسبب قمر، لا القمر لا يؤثر في النيل، لا يؤثر في الانهار، يؤثر في البحار بس. تمام. انت بتقول لي انك ماسكه بجاذبيتك يا اخي. تمام. الجاذبيه الانتقائيه بتاعتك دي الاله، الجاذبيه دي اله عندهم. تمام. في الاول وانا بعرف نفسي للناس قلت ان انا درست لايف كوتشنج. تمام. تمام. سيرتيفيكت. تمام. عايز اقول لك حاجه، ان اللايف كوتشنج ليه ستيبس. حلو. اوكي. يعني انت بتشتغل ان انت تاخد الدبلومه في كذا، بتحس ان الموضوع ايه، ممكن ايه ناقصه حته. ليه بقى؟ لان الشخص اللي يعني من تجربتي، حلو، انا مبطل عموما، تحس ان بطل سجاير يعني. انا مبطل عموما من تجربتي ان انا ده طبعا ده مش تجني على الناس او حاجه، كل تمام. واحد حر في نيته بينه وبين ربنا. بس طبعا. اغلب الكلاينتس اللي انا اشتغلت معاهم يعني هم فاكرين ان الموضوع علاج نفسي. ده اول حاجه، ده غلط. يعني هم فاكرين ان انت تشتكي 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 وبعد كده ايه، اقول لك كلمتين يريحوك. تمام. وتاني حاجه، احنا بنقع نفسيا مش من شويه اسباب. اول حاجه ان احنا بنلزم شويه اخطاء، الاخطاء دي احنا بنقيم عليها يعني، فبتوقعنا نفسيا. جميل. فين بقى الحاجه اللي حرقت دمي؟ فين؟ يا كوتش لو سمحت رجعني طبيعي تاني عشان اتبسط بنفس الاخطاء تاني. يعني انا عايز ارجع طبيعي عشان ارجع اعمل اتبسط بنفس الاخطاء. اعمل تاني، اعمل نفس التجربه تاني بس المره دي اخد بالي من كذا. طبعا ده مش تجني يعني، انا في اكيد في ناس عايزه تتطور احسن وكده، اكيد. فبيبقى في ستيب تانية انت بتاخدها، ودي عارف هو تحس ان هو طريق كده انت ايه يعني بتختار. في ناس كوتشز بيختاروا يتخصصوا في علم النفس بقى، وبيتخصصوا في العلاج وكده، بيتخصصوا ان هم ايه يخلوا الموضوع ايه ناحيه الدكتور النفسي قوي. تمام. وفي ناس بتاخد طريق تاني اللي هو علوم الطاقه. ايه بقى علوم الطاقه دي يا باشا؟ الطاقه ليها اشكال وصور، وفي ناس بتدعي، سواء انا جربت الموضوع ولا لا، ده مش موضوعنا يعني. ان احنا عباره عن مراكز طاقه، يعني كل حته في جسمك فيها حاجه اسمها شاكرا مثلا. اوكي. الشكرات. شاكرا الحلق، شاكرا التاج، شاكرا كذا، شاكرا كذا. اوكي.
فاحنا بنقدر ايه نشتغل على الشكرات دي ننضفها. مهم. فلما بتنضف ايه اللي بيحصل؟ بتتوازن. حلو. تمام. بتضحك عليا. اوكي كمل اتفضل. بتتوازن. اوكي احنا كده بعلوم الطاقه تجنبنا حاجتين. ايه اول حاجه التدخل البشري. اها فانت ايه مش لازم تشتغل على نفسك كبني ادم، لان انا ككوتش احنا بنعمل ايه في الجلسه؟ بنعمل حاجه اسمها جولز، ان احنا نختار 5 أو 6 جولز هنشتغل عليهم يب. ونعمل سيشن الاسبوع اللي بعديه. تمام فبالتزامك بالجولز اللي انت حقق انت اللي حطيتها لنفسك، انا ما بفرضش عليك حاجه. اوكي يعني الصياعه في الكوتشنج ان انت ما بتتكلمش كتير، بتسال الاسئله الصح، ومن اسئلتك الكلاينت هو اللي بيقول ايه انا محتاج اعمل كذا، محتاج اوكي اعمل كذا. آه. فالجولز دي بنبني عليها، بنشتغل عليها، فانت بتكون احسن فاحسن فاحسن. جميل فاحنا بقى ايه بنشيل الكلام ده على جنب. باشا اقعد استرخي، ما تعملش اي حاجه، انا هنضف لك الشكرات بتاعتك واخليك زي الفل. مره في مره في مره كده هتلاقي نفسك ايه بتنور. اه تمام. دي حاجه. في نوع تاني اللي هو ايه تنويم بالايحاء. اها انا ما اعرفه يعني، ما دوستش فيه قوي، بس هو لذيذ. انا اسمع ان هو لذيذ يعني. تمام. انا شفت جلسه تنويم بالايحاء اوكي كان عاملها ابراهيم الفقي، بس الله يرحمه، رحمة الله بس هي عليه كانت مضحكه جدا، رحمة الله عليه مضحكه جدا. هو جاب واحد قال له انا هخليك تبطل سجاير. خليك ايه تبطل تبطل سجاير سجاير. خليه مغمض كده، عمله كده، قال له يلا بص كده، تخيل ايه السيجاره، امسك السيجاره، تخيل ان فيها دم، تخيل ان فيها دهن خنزير، حطها في بقك. قال له لا يا دكتور مش هحطها في بقك. قال له اصحى خلاص انت بطلت سجاير. والناس مسقفه. الله اعلم ده يعني، الله اعلم يعني ايه ده، بس علوم الطاقه بقى يا باشا. انت قلت لي ان انت دخلت في بص الحتة دي. انا قلت انا ما قلتش رايي على فكره، لسه ما قلتش رايي، بس انا قلت لك انا ايه. معايا اجازه من المعهد الكندي از هيلر. انت كمان انت اه معاهم. از هيلر كنت انت معاهم. اوز انا لسه ما قلتش رايي، بس انا قلت لك، عرضت لك، فرشت لك لا طب احب اسمع رايك قبل ما اتكلم. انا هيلر يعني انا قصدي معالج بالطاقه الداخليه، وبيسموها كوزميك، بالطاقه الكونيه. سوبرمان. يعني اشتغلت طبعا، بس اشتغلت. اسمع طبعا اسمع رايك بس. رايي انها يعني في ناس بشكل ما بيقدروا يعملوا حاجه. اكيد في ناس عندها موهبه عاليه جدا. ممكن الشيطان هم. ناس بتصلي وبتقرا قران، وناس مش شرط يا اخي. لا والله في ناس فعلا مش شرط. في ناس لا تحس عارف انت لما مش في روايه كده بيقول لك ان انت ممكن مثلا تقرا الفاتحه على حد تلاقي ربنا هداه. تلاقيه لا بص رقوة. تلاقي ربنا هداه دي ممكن دعوه، ممكن اي حاجه، ايا كان. لكن الرقيه اللي انت بتعملها دي هو ده العلاج بالطاقه. العلاج بالطاقه، الرقيه هي العلاج بالطاقه، او الريكي. زي الريكي، ماشي حلو. زي اللينج واليانج. ماشي. يعني اديك مثال بسيط. اي انسان حواليه هاله اورا 40-50 سنتي طاقه كهرومغناطيسيه لا ترى بالعين المجرده، بس تراثيا كانوا بيرسموها في الكنائس، تلاقي رسمين مريم العذراء حواليها دايره نور المسيح، والمسيح حواليه دايره نور. تمام. جميل. لحد 96 الدكتور اسمه كلاريان وخد جايزة نوبل في الجهاز، عمل جهاز لقياس الطاقة. انا ممكن اسال سؤال؟ اتفضل. يعني ايه بص الطاقه دي يعني هل مثلا انا لو زودت اكسجين مثلا طاقتي هتعلى؟ انا جاي لك مثلا. هل زودت أوكي. مثلا أوكي. زودت كذا طاقتي يعني؟ اوكي. الطاقه هل الطاقه تخضع لتحليل معملي يعني؟ هو ما هو خد الجايزة عشان كده، عشان الجهاز ده بيقيسها فعلا، بيقيس التردد ده فعلا. كويس. الذبذبات اللي طالعه منك فعلا. تمام. اللي هي هنترجمها بعد كده، الواحد يدخل تقول انا مرتاح له نفسيا، وواحد يدخل تقول انا مش مرتاح له. ده بعدين نتكلم فيه، بس خلينا انت مرتاح نفسيا؟ جدا. ماشي خلاص. بس خلينا في النقطه دي. ف كنت بقول لك الطاقه. هو اخترع جهاز بيقيس الطاقه، اسمه جهاز اتسمى باسمه كلاريان، فبقى يقيس الطاقه بتاعه الشخص وهو بياكل تزيد ولا بتنقص، وهو بيلعب رياضه، وهو بيشرب الخمر، وهو بيرقص، وهو بيقول ترانيم انجيل كذا 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 بتزيد تنقص تزيد تنقص، لحد اما استعاروا الجهاز معهد هندسه تقنيه حلب في 2008. حلو. تمام. فدي كانت دبلومه في فيزياء القرآن يعني. ف طبعا انا مختلف مع الشخص اللي كان قائم على التجربه، هو ربنا يبارك فيه، بس انا مختلف معاه
تماما حلو. تماما تمام تماما، يا باشا، ولا داعي لذكر الاسم. اختلف براحتك. طبعا. لكن ليه فضل بعد الله في اثبات حاجه زي كده. فقاس نسبه الطاقه للمصلين اللي بيصلوا الصف، فلقى نسبه الطاقه بتزيد 27 ضعف حصرا. عشان كده الصحابه استغربوا ليه لما الرسول قال في صحيح مسلم ومسند الامام احمد: صلاه الجماعه خير من الفز او الفرد ب27 درجه. استغربوا لانه مش من المضاعفات. يعني اقول لك ايه، انا احسن منك 100 مره، انا احسن منك 700 مره، 70 مره. ما ينفعش اقول لك انا احسن منك 48 مره مثلا. يعني حاجه انت بتهزر ولا ايه؟ فالمفروض لما تخش الصلاه غير لما تطلع منها طاقتك بتزيد 27 ضعف. اذا اعضائك الداخليه بتشتغل بنفس الكفاءه. كويس. تمام. طب الطاقه دي بتزيد وبتنقص علميا. طب بتزيد معايا انا ايه؟ بالطاعات، بالعبادات. اديك مثال. ولد عنده احتقان في الزور او لوز، عنده 2 3 سنين، قاعد على الارض بيصوت وبيعيط. لوز، احتقان في الزور بتاع، شلته وطبطبت عليه سكت هو. حلو. طيب المرض زي ما هو بس العرض انتهى. ليه؟ انت زودت طاقة على طاقته. زي لما تيجي ترقي الرقية. الرقية بالفاتحة فقط. كويس. الرقية بالفاتحة. في اللي يقول لك الرقية الشرعية، مش رقية بالفاتحة. الرقية الشرعية بقى ومش عارف ايه. جميل. بس يعني في انت معترف ان في علم طاقة والحاجات دي؟ في طبعا بلا شك. يعني بلا شك في طاقة، في طاقة تؤثر. يعني الكون كله وحدة طاقة، وحدة طاقية. يعني انت بتأثر في غيرك من غير ما تدري. كويس. يعني لما ربنا يقول لك في القرآن: وما تسقط من ورقة إلا ويعلمها. طب ربنا جل جلاله ماله ورقة شجر تقع في الخريف في استراليا وقعت؟ لا، بتعمل اختلال في الغلاف الجوي بمقدار 2 ملم مع عوامل مساعدة عبال ما يوصل اليابان يعمل تسونامي. باترفلاي افكت. تمام. تمام. بس برضو فكله مربوط بكله. بس خلي بالك مفيش جامعة. تمام. يعني كل الناس اللي معاها بكالوريوسات او دبلومات في الطاقة او في الريكي او في كذا يقول لك ماستر ريكي او كذا. مفيش جامعة حكومية مثلا لا بتقول لك احنا تعالى وخد بكالوريوس طاقه. طاقة. لا انا هنا نقطه بس انا عايز اوضحها لك. ان الطريقه اللي بيتعاملوا بيها او بيسوقوا بيها الموضوع الطاقه هي طريقه شركيه جدا، وفيها فيها شياطين جدا. ماشي. يعني المديتيشن نفسه اصلا ماله المديتيشن؟ انت بص انت عمال معلش ايه المديتيشن؟ المديتيشن ان انت بتحاول توصل تتخطى البيتا لا والالفا المديتيشن ببساطه وبتخش على الثيتا. مش المديتيشن ببساطه اوكي. بيبدا من تنظيم نفسك. اوكي. تنظم نفسك ده مديتيشن. او المديتيشن هو دايما بتاخد فكره التامل. انت قاعد في وسط خضره كبيره وقاعد عامل كده والسما فوقيك. لا انت ممكن لا احنا عندنا بدل دي ذكر الله. هو ده جميل. لان بيه تطمئن القلوب. مش انت برضو وانت بتذكر الله والقلب هو مكان الفكر. مش وانت بتذكر الله برضو انت اكيد بتنظم نفسك لانك بتقول جمل ليها رتم معين بشكل معين، ليها تردد معين، فنفسك بينتظم. فانت لما تيجي تقول لي اعمل بالطريقه دي او اعمل الوضع ده، طب الوضع ده مين اللي قاله؟ ايه دليله؟ تمام. ولما تشوف كريشنا، انا عارف كريشنا الاله بتاعهم النص راجل ونص ست، ده اله الطاقه ده. فلما يجي يكلمك الكلام ده ويقول لك عشان توصل لمرحله الاسقاط النجمي وتطلع بره نفسك، وكل ده شياطين وده جل. ماشي. بس نرجع للنقطه بتاعتنا. يعني احنا مفيش جهه معتمده بتدي سيرتيفيكت ان انت معالج بالطاقه. يعني انا حاسس الموضوع ده كله يعني اغلب 90% منه مش حقيقي. كان في كان في طبعا ازهيلر كان بتعالج. مفيش حاجه حكوميه. مفيش. لا مش حكوميه. أيوة. مراكز خاصه يا باشا. انا دلوقتي هفتح لك مركز طاقه. انا ممكن افتح لك مركز طاقه عادي اخد السيرتيفيكت بس اقصد هي مش حاجه بحثيه او حاجه لا مش اكاديميك. هي مش موضوع خالص. الموضوع بس هي فيها اللي هو الايه برضه ما ورائي اللي هو ايه. انت ممكن تقول ايه دي طاقه ملائكه، واحد تاني يقول دي طاقه شياطين. دي طاقتك انت. دي طاقتي انا. طاقتك انت. لما بتخش الكاريزما طاقه. الهاله دي بالزبط. الاورا دي حلو. اللي من غير ما تتكلم هي بتاثر. حلو.
موجوده، مم. بتزيد وبتنقص. مم. هي بتزيد وبتنقص فعليا. مم. طب بتزيد بايه؟ جربها. كويس بتنقص بايه؟ جربها. تمام. هتجربها في ازاي؟ يعني لما انك بتزيد المايك بتهز يعني لما بتزيد المايك بتهز على طول. بس فالقصد اقول لك اه ان اللي شفتهم دلوقتي، لا داعي لذكر اسماء، من المدربين التنميه البشريه واللايف كوتشنج والكلام اللي ملوش معنى ده، مم. احنا مسلمين. طب حلو يعني احنا عندنا منهج حياه حلو يخليك افضل من افضل حد في الدنيا في اي وقت في اي زمان في اي مكان. القرآن كده، تمام. اكنك كتبت لابنك 10 ورقات يقراهم في ابتدائي مم. يبقى اشطر واحد في العالم ويقود، يلا بينا. يقراهم في اعدادي هم نفسهم يفهمهم فهم تاني ويقود، يقراهم في ثانوي دي وجهة نظري. يفهمهم فهم تالت مم. وهم نفسهم. ماشي. ده الكتاب. تعالى نكسر اوكي. المود بتاع الكلام. انت بتحب ايه؟ انت هوايتك ايه؟ بتحب ايه؟ بحب ايه؟ او بتحب تعمل ايه؟ بحب اعمل ايه؟ سؤال جميل والله. انت اتفاجئت انت. يعني اصل بص، انا في حاجتين بقى لاحظتهم. اتفضل. انا لما قلت لك قدم نفسك مهم. سكت شويه دول. ايوه لما قلت لك بتحب ايه برضه ساكت. انا باشا انت فين؟ لا انت انا قاعد فين؟ الاسئله دي لا انت فين؟ يعني انت ما فين؟ اتسالتليش قبل كده يا باشا كتير يعني. احنا كأسرة البرنامج اه يعني كلنا حابين نعرف انت بتحب ايه عشان نعمله لك. الله اه. يعزك. م. انا بحب ربنا يحبني. جميل. وانا ما بلاقي. لا بتحب يعني ايه هوايتك؟ بتحب ايه؟ ذوقك يعني انت بتحب ايه؟ يعني انت مثلا اللي عايز يخش عليك بهديه يخش عليك بارض مسطحه مثلا. لا انا احب اه يعني ابقى انا سبب في دخول السعاده على اي حد. يا باشا انت بتحب ايه؟ بصراحه يعني م. بصراحه م. هتصدقني ان والله شاء الله. صدقك عادي. بص، انا هقول لك الحديث ده وهقول لك انا صدقته امتى، لان ماشي. انا في كلام كتير قوي انا سمعته من النبي ما م. كنت بردده زي البغبغان ومش فاهمه طبعا. اوكي. زي ابويا الله يرحمه، انا الله يرحمه. فهمت 3/4 كلامه بعد ما مات. دي حاجه انت كل ما تكبر على فكره تحب ابوك اكتر والله العظيم. رحمه الله عليه. اه. فالرسول صلى الله عليه وعلى اله قال لك من اصبح آمنا في سربه معافى في بدنه م. عنده قوت يومه كأنه ملك الدنيا بحذافيرها. كويس. يعني انك انت تصحى من النوم صحتك كويسة وولادك صحتهم كويسة، م. يروحوا المدرسة ومراتك تنزل في امان، م. مفيش عصابات مفيش حاجة، م. عندك المام بتاع النهاردة بس. حلو. تمام م. كده انا ملك. جميل. الرضا لمن يرضى. م. الرضا هتستشعره لما هو يرضى عليك، هتستشعره بلذة في ركعة، حلو. بفتح في آية. يعني بص انا مثلا لو قلت لي مثلا ايه اللي بيبسطك مثلا. انا بحب الرياضه جدا مثلا. تحب؟ الرياضه مثلا. جميل، عارفك بتحب الرياضة. في ناس تقول لي مش باين عليك اصلا. مش باين عليك بتلعب رياضه فاهم. بس انا بحبها. انا مش لازم يبان عليا. هي دي الفكره ان انا مش لازم يظهر عليا الشيء اللي انا بعمله عشان احبه فاهم. بالظبط. يعني مثلا بحب التمثيل مثلا. جميل. مش لازم اطلع في فيلم مثلا افنجرز مثلا عشان اوكي. يصدقوا ان انا بحب التمثيل. يا عم انا بمثل في قدام انا المرايه. انا بحب التمثيل. انت كمان. لا انت ايه، انت يعني اه تتكلم عن اه نفسك فاهم. بغض النظر. فهي دي الفكره. احنا بنحب حاجات ممكن اثرها ما يبانش علينا عادي جدا. بس احنا بنكتفي بالمساحه دي تمام. فاهم. فعشان كده بقول لك انت مثلا انت يعني في ناحيه العيله الاسره ايه اللي ممكن يبسطك منهم يعني. اي اب مم. لازم يميل ناحية واحد من ولاده، حلو. ده غريزيا. اللي هو هارون. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. لازم تميل ناحية واحد. الجدعنة انك ما تبينش. كويس. زي سيدنا يعقوب. والله رايح يصطاد، تعالى يا يوسف معايا وساب ال11. رايح السوق، تعالى شوبنج معايا. رايح مسافر تريب، تعالى يا يوسف معايا. طب والباقي دول بالظبط كرهوه، كانوا هيموتوه. انت ما علقتش لما تاكل ان هو هارون على فكره. هم يشوف الحاجات دي صح. ما علقتش. فانا ما ببينش ازاي ان اخلي
يبقى احب ولادي مم. التعبان لحد ما يخف. يعني انا لو في شغلي مم. بكلم ولادي كل واحد مكالمه، مم. اللي مريض فيهم بكلم 4-5 مكالمات، مم. واحد مسافر فيهم الكليه بتاعته مثلا بكلم كل واحد مكالمه، المسافر ده اكلمه 6-7 مكالمات. بالظبط. انا اللي في ظرف يعني. بالظبط. اه تاني حاجه انا لما باجي اساله، مم. انا قبل ما بساله انت عملت ايه في امتحانك، مم. لازم انت عملت ايه في وردك مم. اليوم، لازم صلاتك انت في الوقت اللي انت بتتصل بيه فيه، سواء بعد عصر بعد ظهر بعد بتاع، انت تساله على الصلاه اللي هي ده واجب عليك، كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، ده تمام. واجب، تمام. ده اصل من الاصول. تمام. لان يقطع عمل المسلم الا من 3: حلو. علم ينتفع به، طبعا ولا انا ولا انت علماء، لا احنا بنحقق يعني وصدقه جاريه ربنا يسد ما يعني علينا نسيب اصلا. معلومتين برضو يمكن ينفعوا. فقال لك ما قالكش ولد يدعو له، الرسول دقيق، قال لك ولد صالح. صالح يدعو له. طب صالح ده تربيه ازاي في هذا الزمن؟ بالظبط. يلزم مجهود. انا مبسوط جدا ان انا والله طلعت معاك، وانا احنا كمان محتاجين 30-40 ساعه يعني عشان نقول كل اللي عندنا او تقول انت كل اللي عندك. بس انا بس عايز يعني بتمنى من ربنا ان ايه، ان هنا يكون مكان ايه الناس تبدا تبص فيه على اللي فات وتهتم باللي جاي بقى ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين، وان شاء الله لينا قعده تانية كده باذن الله. محتاج باذن حاجه. الله ماشي باذن الله. يا جماعه، بصوا سلام. الكلام ده اي حد عنده نظريه عكس كده، اي حد عنده راي، اي حد عنده حاجه، الموضوع قايم على التفاعل. وان شاء الله نشوفكم مره تانية قريب جدا، وهو ده الوضع. سلام.